السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كيكة البسيسة الأصلية بكل تكاتها وحركاتها هنعملها في 5 دقايق وهتكون جاهزة معانا. يلا نسمي بالله ونشوف حضرناها ازاي. معانا هنا المكونات السائلة الأول. معايا كوباية من اللبن، معايا كوباية من السكر، معايا نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت و3 بيضات، وعلبة الزبادي هناخد نصها بس. يبقى نص علبة زبادي، كوباية لبن، كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية سمنة، 3 بيضات. ومعانا كمان كيس فانيليا وهنحطه أثناء ما احنا بنعمل البسيسة، ورشة كده من الخل بسيطة. انا معايا هنا دقيق الذرة بتاعي. دقيق الذرة عندي اصفر، هاخد كوباية ونص من دقيق الذرة الاصفر. لو متاح عندك ماشي، مش متاح اعملي بدقيق الذرة الابيض عادي جدا. حطيت كوباية ونص من دقيق الذرة الأصفر، وهحط عليهم كمان كوباية ونص من الدقيق الأبيض. المكونات طبعا كانت موجودة على الشاشة دلوقتي، وكمان هكتبها في صندوق الوصف كاملة. حطينا هنا كوباية ونص من دقيق الذرة الأصفر وكوباية ونص من الدقيق الأبيض، عليهم كيس بيكنج باودر فضيناه كله. معايا كده رشة ملح بسيطة. هنجيب بقى ايه شفشق الخلاط، ممكن تستعملي الخلاط او المضرب زي ما انت عايزة. هحط الاول كوباية السكر وعليها كوباية اللبن، وهنحط كمان نص علبة الزبادي زي ما قلت لكم، هناخد نصها بس. وهنشغل عليهم الخلاط وهنخليهم يتضربوا في بعض كويس جدا لحد ما يبقى القوام بتاعهم كريمي زي ما انتوا شايفين كده. القوام بقى كريمي كده معانا. هحط بقى باقي المكونات، نص كوباية الزيت ونص كوباية السمنة، وهنحط كمان ال3 بيضات، وهنحط كمان معاهم رشة الفانيليا. لو كيس فانيليا حطي كيس الفانيليا، ما فيش هتحطي كده حوالي رشة فانيليا كده او ما يعادل كيس من الازازة الصغيرة دي. وهنحط حوالي كده نص معلقة صغيرة خل. هنشغل عليهم الخلاط وهنخليهم يتربوا في بعضهم كويس جدا. خلاص كده الخليط بقى جاهز. هننزل على الدقيق بالخليط، هنقلب كده في اتجاه واحد كده. كمية السوائل بتاعتنا اللي احنا حطيناها على قد ال3 كوبايات دقيق، اللي هو كوباية ونص دقيق ذرة وكوباية ونص دقيق ابيض. المكونات بتاعتنا كانت مظبوطة عليه جدا جدا. اعملوها بنفس المكونات دي وهتطلع معاكم ان شاء الله ناجحة جدا جدا. معايا هنا الصينية بتاعتي مقاس 30، الصينية اللي بتكون في النص. هندهن كده الصينية، نبطنها كويس قوي بالسمنة. انا طبعا بحب ادهن الصواني سمنة في اي معجنات او اي كيكات، ده بيكون افضل من انك تدهنيها بالزيت كتير جدا. بطنتها كده كويس بالسمنة. هنبدأ نصب عليها الخليط. طبعا اثناء ما كنا بنشتغل في البسيسة، من اول ما بدأت احضر فيها انا كنت مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. لازم تشغلي الفرن قبل اول ما تبدأي تعملي في الكيكة، تشغلي الفرن على درجة حرارة 180. خلاص كده فضيناها اهو في الصينية. هنخبطها كده خبطتين بس على رخامة المطبخ، وهندخلها الفرن على الرف الاوسط. هتاخد معانا حوالي نص ساعة او حسب الفرن بتاعك. كده زي ما انتوا شايفين خرجت معانا اهي، بسم الله ما شاء الله. اللون بتاعها حلو جدا ومنفوشة، ريحتها حلوة قوي. جربيها ان شاء الله بنفس المكونات دي بنفس الخطوات، وهتطلع معاكي بسيسة ناجحة جدا. كوباية ونص دقيق ذرة عليهم كوباية ونص دقيق ابيض. بلاش تكتري في دقيق الذرة عن الدقيق الابيض عشان ما تشرقش وما تبقاش ايه بتفرول كده معاكي. زي ما انتوا شايفينها اهي قطعة متماسكة وهشة جدا. حلوة جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات.
اتمنى اللي ما اشتركش في القناة ان شاء الله يشرفني كده بالاشتراك للقناة، شرفوني جدا. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.